تحياتي للجميع، معاكم المخترع المصري. النهارده عملنا فكره جديده واختراع جديد، فكره جميله جدا لست البيت. عملنا لكم اختراع جديد الا وهي السكينه الشقيه. السكينه الشقيه دي زي ما انتم شايفين ده عباره عن موتور بتاع اي حاجه كده، انا مألفه يعني. تمام، وجبنا له سلاحين، والسلاحين دول زي ما انتم شايفين كده السكينه بتلف كده. دول سلاحين، واحده رايحه واحده جايه زي ما انتم شايفين كده. من تحت بصوا كده عليه، من فوق كده واحده عكس واحده. بصوا بقى السنون. هنا بقى في حاله ان احنا عايزين نفك السلاح، وننضفه. تمام، السلاح بيتفك اهو. بصوا احنا هنا عاملين ايه في السلاح، هما سلاحين. تمام، نقدر نغسل السلاح وننضفه ونركبه تاني. وزي ما انتم شايفين هنركب السلاح تاني اهو. تمام، ونعمل كده ونظبط السلاحين اهو، ونروح مركبين في مكانه في المجرى اللي احنا عاملينه فيها. وزي ما انتم شايفين، ودي بقى بتقطع بسرعه، ما فيهاش كده، فيها تنزل على طول زي ما انتم شايفين كده. خليني اقول لكم اهيت، ما بتروحش ولا تيجي، تنزل كده. طبعا دي بالنسبه للسيفتي والامان، هي افضل كتير من السكينه اللي رايحه جايه. دي بعيد عن الايد تماما، اهم حاجه ايدك ما تجيش قدامها، لكن هي بتنزل على الحاجه قطع قطع قطع، لا رايحه ولا جايه بقى، ولا بتلق شد اللحمه تجيبها او الفاكهه او الخضار او اي حاجه. هي شغاله في كل حاجه، بتعمل كل حاجه. هنوريكم برضو بتعمل ده ازاي. هنا بقى زي ما انتم شايفين بتقطع قطع اللحمه هي. تمام، بتعمل البانيه بتاع الفراخ. تمام، وكمان هي تقدر تعمل القطع بقى الصغيرة، زي بنعمل كباب حلة، بنعمل الكلام ده كله. هنا برضو شرايح اللحمة زي ما انتم شايفين بتقطع الشرايح. تمام، ده الستيك بقى، الناس اللي بتاكل اللحمة ستيك. تمام، وزي ما انتم شايفين دي عبارة عن سكينتين لازقين في بعض ورايحين جايين، واحدة رايحة عكس واحدة، عشان كده ما بتوديش ايدك وتجيبها، بتنزل مرة واحدة كده. تمام، احنا بنعمل بالراحة طبعا عشان نوريك الفيديو، لكن هي سريعة جدا وهنشوفها في حاجات تانية سريعة واوريكم دلوقتي. تمام، دي اللحمة. ممكن بقى اللحمة دي تقطع منها شرايح لكباب الحلة او اللحمة بالبصل، يعني ايا كان نوع حجم اللحمة. يعني احنا طبعا بنعمل ده، بنوريك الصعب، بنقطع الصعب. هي ممكن تقطع القطع الكبيرة بقى بسهولة جدا، اللي هي الحتة المربعة، اللي هي اللحمة العادية اللي احنا بناكلها العادية. تمام، كمان هي 12 فولت، متسحبش كهرباء. فكرة جديدة واختراع جديد. طبعا شكل الموتور ده احنا بس عاملينه كده، لسه ما شطبناش الموتور، هنعمله بشكل اخر وبيد كده حلوة، وبعد كده هنوريكم الموتور بتاعها. هنا بقى البصل، تعال نشوف البصل ده، قوي جدا وعافي جدا برضو، هي بتعدي في اي حاجة. تمام، هي مش بس بتقطع البصل، هي بتقطع فاكهة، هي بتقطع خضار، بتقطع خيار، بتقطع قوطة. هي سريعة جدا في كله. زي ما انت شايف كده البصل بسرعة، ومش بنجر بقى. المفروض انا اوريك زي ما احنا بننزل كده، بننزل على طول بيها، تقطع 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 زي ما انت شايف. تمام، سريعة جدا جدا زي ما انت شايفين كده. تمام، مش البصل بس، هو البصل وغير البصل والخضار والفاكهة واي حاجة، والبطيخ نفسه برضو بتقطعه. هنوريكم كل حاجة، خليكم معانا لاخر الفيديو، اتفرجوا على الفيديو، هتقولوا لنا رأيكم وتشوفوا ازاي هي بتتعامل بالطريقة الجميلة دي. كمان بصوا البصل سريع 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 بسرعة اهو، بسرعة. تمام، بعدين البصل ده ناشف، ومنقين بصلاية كبيرة عشان تعرفوا قوتها وعزمها وأدائها. شايفين البصل يا جماعة؟ شايفين السرعة في الأداء؟ ولا بقى ودي وجيب ولا الكلام ده كله، تنزل خلاص هي قطعت بسهولة جدا.
تمام يا جماعة زي ما انتم شايفين. شفتوا دي بقى كمان بنرفع لكم، يعني لو انت عايز ترفع بقى. شايفين زي ما انتم شايفين الاداء وشايفين اللحمة وشايفين كل حاجة حلوة اهيت. استنونا في فيديو جديد واختراع جديد. مستنيين تعليقاتكم. نفعل زر الجرس، وعايزين نكبر القناة. واحنا قناتنا على اليوتيوب المخترع المصري، القناة التعليمية للشباب والأطفال والكبار. على التيك توك المخترع المصري، على الفيسبوك المخترع المصري، على كواي المخترع المصري، على لايكي المخترع المصري. استنونا في فيديو جديد واختراع جديد.